كي تولي تصلي في الليل بديت تولي بنادم وحده، بديت تدخل يا انت ساكن غير هنا تحس روحك رحلت، راك في دارك مع زوجتك مع ولادك تحسهم تبدلوا هما وسكنتك وخدمتك وصحابك. بغيت تدخل حياه جديده سعاده تاع الجنه عليك بركعات الليل. لا بغيت تعرف ربي عليك بالليل، هذا هو افضلها. وانت وقت الاسحار هي من الليل المخيره قبل الاذان الاول، هذه المخيره. وما بغيت تصليها مورد عيشه صلي، بغيت في وسط الليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشوفوه يصليها بعد العشاء ويصلوها في وسط الليل ويصليها قبل. هذا فعله قوله فضل وقت النزول الالهي. استشعر النية الآن، نيتك أن تطهر كينونتك الحقيقية ونفسك وجسدك وواقعك من أي أثر لذبذبات تم تشويهها بذنوب، بأخطاء، بمعاصي، بكل ما تراكم فيها منذ أن خلقت إلى الآن. أنا عبد من عباد الله، أنا ساجد لله. غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وجدت الله غفورا رحيما، وجدتها يا رب، حاسسها في كل كياني الآن يا رب. وصدقوني يا اخوتي، واحد يداوم على الدعاء. كان يقول ابن مسعود انا نعرف وقت الاجابه. قالوا له وين انت؟ يقول لهم حينما يرق قلبي وتذرف عيني وتنكسر نفسي فما الدعاء استجاب. فما تحس بها يا اخويا، تحس بالله يسمعك في الاسحار حينما ينزل في الثلث الاخير من الليل ويعرض عطاياه. هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، ويعرض سلعته. كي يخلي قلبك ترقد في هذا الثلث، كي يخلي قلبك ترقد في هذا الثلث. انت كون يقول لك ملياردير راه فايت على الزوج تاع الليل ولا ثلاثه يوزع اموالا وذهبا وورقه تبات قاعد. هذا الله مالك السماوات والارض، ينوع العطايا، ينوع الهبات سبحانه عز وجل. لا تتزاحم عنده الاصوات، لا تختلط عنده المطالب والحاجات، لا تتزاحم عنده الطلبات. الله سبحانه عز وجل ما يقولش ذا قارع ذا راه يدعي وذا قارع، لا تتزاحم عنده الأصوات. على تفنن وتنوع الحاجات واختلاف اللغات. يسمع السر وأخفى، يعلم دقات القلب ويعلم حركات النفوس ويعلم سكونها سبحانه عز وجل. وله ما سكن بالليل والنهار وهو السميع العليم. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد ثورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذى؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء، سيمبا عند التل بين قطعان الضباء. سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند التل بين قطعان الضباء. This is Simba Center presents to you Simba the Lion King. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى؟ ما تعيش في الماضي. تخيل انت لو انت تطلب تاكسي يجيلك وبتاخد تاكسي وهو ماشي بيسوق وباصص لورا، ممكن تاخد تاكسي بالمنظر ده سايق لورا هخش في الحيطه. فالانسان اللي ماشي عمال يبص للماضي، الماضي راح وانتهى. الماضي عشان تتعلم منه. راح تقول لي الماضي بتاعي كان ضعيف،
لو رجعت تاني تتصرف بنفس الطريقه يقول لك طبعا لا، يبقى استفدت من الماضي. فانت زعلان من الماضي ليه؟ لولا الماضي ما كنتش اصبحت افضل. فريح الماضي وحوله لخبرات وتجارب وقدرات، وبعدين عيش اللحظه دي وجهز نفسك عشان تبني المستقبل. اوعك تعيش في الماضي، عيش في الوقت الحاضر.